الوسواس القهري مش مجرد عادة ولا فكرة زيادة، لكن ده اضطراب نفسي حقيقي بيعيشك في دايرة مقفولة. بيجيلك فكرة غريبة، فكرة تقعد تزن في دماغك، فانت تبدأ تحس بقلق، فتقوم تعمل تصرف علشان تهدي الفكرة دي شوية وتقلل من القلق اللي بيحصل لك. ففعلا بيحصل لك راحة مؤقتة، لكن فجأة وبدون مقدمات الفكرة بترجع لك تاني في نفس اللحظة، ما بتلحقش تاخد نفسك. زي مثلا تجيلك فكرة تقولك ان انت ما قفلتش باب الشقة كويس قبل ما تنزل، فتبدأ وانت في الطريق تحس بقلق بتوتر، تقول لا انا لازم اكمل مشواري، بس لا يطلع حرامي. فاللي بيحصل ان في فكرة اهي جاتلك وحصل بسببها قلق مستمر، فبتضطر ان انت ترجع لحد البيت تتأكد ان انت فعلا قفلت الباب كويس. هو ده التصرف اللي احنا بنقول عليه. فبعد ما بتعمل التصرف ده بتحس براحة مؤقتة، انا هديت، انا اطمنت ان انا رجعت واتأكدت ان الباب مقفول. بس اول ما تنزل من البيت وتبدأ تاخد مشوارك تاني بترجع تاني تحس ان لا، بس هو ما اتقفلش كويس، انا تكيت الباب تكتين مش 3، في حاجة مش مظبوطة. فبترجع تاني تعيد من الاول وتفضل جوه الدايرة دي وحياتك تتعطل. فالنهاردة احنا جايين نتكلم ازاي نقدر ان احنا نعالج الوسواس، او بمعنى اصح هديلك 6 تمارين تخليك تقدر ان انت تحد منه او تعمل كنترول عليه. كل الفكرة ان احنا عايزين نعلم دماغنا من اول وجديد ان الهدوء بيجي من التجاهل او من التقبل، مش بيجي من الطاعة وان انت لازم تسمع كلام افكارك اللي بتجيلك. بس قبل ما نبدأ خليني أفكرك إن إحنا عاملين سلسلة كاملة عن الوسواس القهري، عشان لو في حاجة واقعة منك أو حاجة أنت مش عارف تفهمها كويس أو مش عارف أصلا يعني إيه وسواس قهري وإيه أنواعه، ارجع للسلسلة دي. وما تنساش إن أنت تعمل لي متابعة على أي منصة أنت بتشوفني عليها علشان يجيلك فيديوهاتي أول بأول، وإن شاء الله فيديو العلاج ده هيبقى آخر فيديو في السلسلة. التمرين الأول: سمي الوسواس باسمه. لما تجيلك فكرة قول لنفسك ان دي وسواس، عرف نفسك ان دي وسواس، مش مجرد فكرة عادية وهتروح لحالها، ولا ان الفكرة دي بتيجي لكل الناس، ولا ان عادي ما انا الفكرة دي بقالها 2 و3 و10 عايشة معايا فما فيش مشكلة، ما جاتش على النهاردة كمان. لما تجيلك فكرة لازم تقول ان دي وسواس وتعرف ان هي وسواس وتسميها باسمها عشان تقدر ان انت تتعامل معاها، عشان تقدر تتعامل معاها صح. فاول ما تجيلك فكره زي مثلا لا انا مش همسك الاكره دي لا يجيلي مرض، او انا لازم اغسل ايدي بعد ما افتح الباب، او انا عايزه اروح اتاكد من الباب، او انا عايزه اقتل حد، او انا عايزه اموت حد، لازم اقول ان الفكره دي وسواس، انا مش همشي وراها، انا مش هسمعها، انا قفشتك وعارف ان انت مش فكره طبيعيه. التمرين التاني: استنى قبل ما تنفذ. مخنا في حالة الوسواس بيبقى عايزك تقوم حالا تعمل الحاجة اللي هو بيقولك عليها، تقوم فورا ما تستناش لحظة، عشان بيحس ان الفكرة دي خطر. يعني مثلا لو انت عندك وسواس انك لازم تلمع الترابيزه دلوقتي، انت لسه ملمعها بس دماغك بتقولك انك لا انت ما لمعتهاش كفايه ولازم نقوم حالا نلمعها، احسن تحصل مصيبه او تنقل لنا ميكروبات، او حد يجي لنا فجاه يلاقي الدنيا مش نظيفه، تبدا تطلع لك اي مبررات عشان تقوم تنفذ الفكره. قول لدماغك ماشي تمام احنا هنقوم نلمعها، بس استنى عليا 10 دقايق، 10 دقايق بس، من غير اي اسباب، بس اكد له انك 10 دقايق وهتقوم تعمل الحاجة. مخك في ال10 دقايق دول او من اول 5 دقايق كمان بيبدأ يهدى لما يلاقيك ما نفذتش الفكرة على طول. هتلاقي نفسك في الاول متوتر قلقان، عمال تبص على الساعة عشان ال10 دقايق يخلصوا وتقوم تعمل الحاجة، لكن مخك مع الوقت بيبدأ يزهق وينسى ويهدى. ده مش هيحصل من أول مرة ولا مرتين ولا 3، انت أول مرة هتلاقي نفسك من بعد أول دقيقتين بتفرك مش قادر. استنى وحط تحدي مع نفسك انك تستنى 10 دقايق، وبعد 10 دقايق لو لسه الفكرة في دماغك قوم لمعها فعلا زي ما دماغك قالت لك. المرة اللي بعدها قولها نستنى ربع ساعة، المرة اللي بعدها قولها نستنى نص ساعة. مرة على مرة دماغك هتتعود ان مش اول ما تجيلها فكرة انت بتقوم تنفذها على طول، فهتبدأ تزهق منك وتطنشك وعارفة ان انت مش هتستجيب لها بسرعة. التمرين الثالث، وعلى قد ما ده أصعب تمرين في تمرينات الوسواس إلا إنه أهم واحد فيهم، اللي لو قدرت إن أنت تعمله فخلاص قول كده للوسواس باي باي للأبد. التمرين ده اسمه التعرض بدون استجابة. يعني إن أنت بتتعرض للموقف اللي بيسبب لك وسواس، اللي بيخلي عندك أفكار غريبة وما بتنفذهاش ولا بتعملها، بتطنشه وتتجاهله.
خلينا المرة دي ناخد مثال على الوسواس الديني. لو انت مثلا دايما شاكك ان الوضوء بتاعك مش كامل، الوضوء بتاعك مش صح، انا غسلت ايدي مرتين مش 3، انا نسيت امسح على شعري، انا رجلي ما غسلتهاش كويس، او اي نوع من الانواع دي، فتقرر ان انت عشان تستجيب للوسواس ان انت تتوضى مرة تانية وتالتة ورابعة. هنا المطلوب منك ان انت ما تستجيبش للفكرة وما تعيدش الوضوء تاني، وتثبت على الوضوء اللي انت توضيته وتدعي ربنا ان هو يكون متقبل، وتروح تصلي. عشان تساعد نفسك على الفكرة دي افتكر حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. اتقال الحديث ده عن الحد اللي بيحاول يزود على الوضوء وكأنه استغفر الله العظيم، بيعدل على الرسول أو بيعدل على ربنا وبيعدل على أحكام الوضوء، بأن هو شايف بدل ما يغسل إيده 3 طب ما نخليهم 4، بدل ما نتمضمض 3 طب ما نخليهم 5. فافتكر الحديث ده عشان يساعدك ويأكد لك ان لو انت بتعيد الوضوء علشان فاكر ان انت كده بتتقرب لربنا اكتر وبتحاول ان انت تتعبد اكتر، فانت ممكن تكون بتعمل حاجة غلط وانت مش حاسس. وكذلك لو انت بتحاول تعيد الصلاة اكتر من مرة عشان حاسس ان انت نسيت ركعة، قلت آية غلط، اي حاجة حصلت في الصلاة انت شاكك وانت متأكد وعارف ان الموضوع عندك وسواس، يعني ده ما بيجيلكش مرة انت شكيت في ركعة في الصلاة زي ما بيحصل معانا كلنا ان حصل سهو، لا ده انت دايما بيجيلك الشك ده، دايما بيحصل عندك ده. فدار الإفتاء هي اللي قالت بنفسها ان انت ما ينفعش تسيب باب للشيطان وما ينفعش تتبع الوساوس دي، وكل اللي مطلوب منك ان انت تعتمد الصلاة دي وتدعي ربنا ان هو يتقبلها منك وبس. ونفس الكلام ده لو انت عندك وسواس العد، انك مثلا بتعد السلالم او بتعد معالق الاكل وانت بتاكلها، طنشها وبطل تعد. أو لو عندك وسواس النظافة انك لازم كل مرة تغسل ايدك 7 8 مرات، اغسل مرة واحدة وطنش الباقي. مخك او جسمك هيحصل له قلق وهيتوتر وهيحس ان هو مش طبيعي، وبتوصل ان انت ممكن تحس انك عايز تعيط من كتر التوتر والخوف. بس طنشه وكبر دماغك لحد ما مخك يتعمل له اعادة برمجة تاني ان عادي، يعني ما احنا غسلنا ايدينا مرة ولا ما عدناش الاكل ولا صلينا مرة واحدة وما حصلش كارثة، ما حصلش حاجة في الحياة. يعني كل الافكار اللي بتجيلي وتقولي ان انا لو ما عدتش الحاجة حد هيموت او انا هيجرالي حاجة او الدنيا هتبوظ، هكتشف ان هي ولا حاجة في الاخر. التمرين الرابع وده بنستخدمه اكتر في حالة وسواس التحقق، اللي هو انا بشك ان انا ما قفلتش الباب، ما طفيتش المكوى، ما قفلتش البوتاجاز وغيره. ممكن استخدم تمرين اسمه التصوير. في التمرين ده بيبقى تمرين مؤقت، انا ما بعتمدش عليه طول حياتي. بعد ما اقفل الغاز او اقفل المكوى اصور صورة بالموبايل وما ارجعش ابص عليها تاني. انا كل الموضوع ان انا بطمن دماغي ان لا، انا لو شكيت ان انا نسيت اقفل حاجة هرجع الاقي صورة على الموبايل تأكد لي الموضوع. وزي ما بقولك ارمي الصورة دي وما تبصلهاش عشان ما تعتمدش ان دايما لازم حاجة تأكد لك. احنا مجرد بنطمن قلبنا، بنطمن جوانا كده ان لا تمام، انا لو عايزة اتأكد هلاقي وسيلة تأكد لي. مع التدريج ومع الوقت هبدأ أصدق أو أبدأ أتعود إن عينيا تصدق الحاجة اللي شافتها لأول مرة، إن خلاص أنا مش محتاجة أرجع أكتر من مرة. ومع الوقت ابدأ إلغي موضوع الصور ده خالص. التمرين الخامس هو تمرين اللمسة المقصودة، يعني أشوف الحاجة اللي أنا بخاف منها أو بخاف ألمسها وأروح ألمسها قصد. مثلا أنا بخاف إن أنا أمسك الباب لا يجيلي مرض أو يتنقلي جراثيم، هروح أمسك الباب واستنى 5 دقايق قبل ما أغسل إيدي. تاني يوم هلمس الباب واستنى 10 دقايق قبل ما أغسل إيدي، وهكذا كل يوم أطول المدة شوية. أو مثلا لو أنا بخاف، عندي وسواس أفكار عدوانية أو أفكار غريبة، إن أنا بخاف أفتح شباك الأوضة لنط منه. عندي كده إحساس إن أنا لو فتحت الشباك وأنا نايمة هقوم وأنا نايمة أرمي نفسي. سيب الشباك مفتوح. أول يوم سيبه قبل ما تنام كده 5 دقايق، تاني يوم سيبه 10 دقايق، وهكذا لحد ما تتعود إن أنت تسيب الشباك مفتوح طول ما أنت نايم. اللي بيحصل هنا ان انا باكد لدماغي ان انا الفتره اللي انا سبتها دي ال5 دقايق ولا ال10 دقايق ما حصلش كارثه. كل الافكار اللي كانت في دماغي مجرد افكار وهميه، مفيش اي حاجه حصلت، لا انا انتحرت ولا مرضت ولا رحت قتلت حد ولا اي حاجه من الافكار دي حصلت لي. فلازم اتعود او اعود دماغي بالتدريج ان هي تتقبل ان لا عادي، مفيش مشكله، ممكن نعمل الحاجه وما يحصلش مصيبه. التمرين السادس، خليك رحيم بنفسك. الناس اللي عندها وسواس بتجلد نفسها كل يوم،
بيشوفوا ان هم غلطانين وان افكارهم هي اللي معطلاهم في حياتهم، وان هم عمرهم ما هيقدروا يعيشوا حياة طبيعية، وان انا لو اقدر اوقف الافكار دي حياتي كانت هتتحل. بس انا غلطان، انا مش قادر، انا ضعيف. الفكرة كلها ان انت مش ضعيف ولا حاجة، انت كل الموضوع ان انت انسان حساس بزيادة قوي، ودماغك بتحاول ان هي تحميك من الحساسية دي. يمكن بتحميك بطريقة غلط، بس هي بتحاول تحميك بالطريقة اللي هي قادرة تحميك بيها. فقبل ما تقول لنفسك ان انت فاشل او مجنون او مش طبيعي او عمرك ما هتعيش حياة طبيعية، افتكر وقول لنفسك ان انت عارف ان انت عندك وسواس، ان انت فاهم ومقدر ان انت عندك اضطراب نفسي، وان انت لازم تتعامل معاه، وان انت بتحاول تتعالج وهتمشي على العلاج بخطوات ثابتة. طيب يا ندى، انا دلوقتي حاولت اعمل التمرينات دي وما قدرتش، او عملتها وما قدرتش ان انا استمر عليها. لو انت حاولت تجرب، بس حاولت تجرب مدة طويلة، شهر مثلا، لان انت عمرك ما هتنجح من اول او تاني او تالت مرة، فانت جربت شهر وما قدرتش، ساعتها يبقى انت افكارك مسيطرة عليك بزيادة. الوسواس عندك واصل لمرحلة متقدمة شوية، لان الوسواس درجات، في اللي لسه بيبدأ ولسه الأفكار عنده هادية لسه مسيطرتش عليه أو هو قادر يتحكم فيها، وفي اللي بيوصل لمراحل بعيدة ومراحل صعبة ومحتاجة فترة علاج طويلة. فهنا أنا بقولك إن أنت لازم تروح لدكتور نفسي، دكتور مش أخصائي، لأن الوسواس القهري مش بيتعالج بجلسات وبس، ده لازم جلسات مع أدوية. وزي ما قلنا في فيديوهات قبل كده إن ما ينفعش علاج من غير طبيب نفسي أو طبيب نفسي عصبي، وتاخد معاها جلسات، لأن الدواء لوحده ماشي هيخلي إن أنت يحصل لك كنترول على الأفكار، تهدى، يظبط لك الهرمونز بتاعتك شوية، لكن الأهم عندي الجلسات. لأن في دكاترة كتير بتقولك خد الدواء ده، والدواء ده يعتبر مسكن، بيديك الدواء علشان تتلهي فيه ويسكت أفكارك ونخلص. بس نصيحة مني، لازم جلسات، لازم تبدأ تعود نفسك بنفسك ان انت توقف الأفكار بتاعتك. فروح لدكتور يديلك دواء ويديلك جلسات، او لو هو ما بيديش جلسات اشترك كمان مع اخصائي او روح اتعالج مع اخصائي يقدر يعمل لك جلسات نفسية تخلصك من الحوار ده. في النهاية الوسواس بيحاول يوصل لك فكرة ان انت انسان خطر او انك انسان وحش، لكن في الحقيقة ان انت مجرد انسان تعبان من كتر التفكير. انت لا حول ليك ولا قوة، الموضوع غصب عنك ومش في ايدك. كل اللي انت محتاج تعرفه ان انت كل ما تسيب الفكرة تعدي وتطنشها وتتجاهلها، فانت بتاخد خطوة اكتر ناحية التعافي، بتقدر اكتر ان انت اللي تكون مسيطر بدل ما افكارك هي اللي تسيطر عليك. مرة على مرة هتلاقي نفسك اهدى، هتلاقي دماغك سكتت، وهتبقى متصالح اكتر مع نفسك.